أمي كل حاجة. فقالت لي وهي قلقانة: بس انت يا بنتي بتقولي ان ظروفه المادية احسن مننا بكتير، افرضي بقى طلب مننا حاجات واحنا ما كناش قدها. لا يا ماما ما تخافيش، هو هياخدني بشنطة هدومي ومش مستني مننا اي حاجة، هو كل اللي معجب بيه جمالي، هو انا قليلة ولا ايه؟ ما اعرفش ليه حسيت ان امي قلقانة عليا قوي، خاصة لما عرفت فرق السن الكبير اللي بينا. بس انا اقنعتها ان عادي وان مش بالسن وان كل ده مش هاممني. وبعد يومين جه مصطفى العريس المنتظر وقعد مع بابا وماما واخواتي. بصراحة كنت طايرة بيه من على الارض طير، وكنت كل ما اتخيل حياتي اللي هتبقى معاه كنت ببقى كده برفرف. وقرينا الفاتحة واتخطبت واتجوزت في خلال 6 شهور بالظبط. كانت مدة قصيرة جدا ان انا اعرف طبعه ويعرف طبعي، بس كل ده ما كانش فارق معايا. انا كنت عايزة اخلص من حياة الفقر اللي عايشاها دي وخلاص. واتجوزنا وكنا عايشين كده كام اول شهر حياة سعيدة والدنيا كانت تمام لحد ما خلفت بنت نور. وهنا بقى مصطفى اتغير تماما، بقى مش بيهتم بيا ولا بيعاملني كويس، وكمان كان ممكن يرجع البيت متغدي وينام على طول. واللي اكتشفته كمان انه هو بيكلم ستات عليا. لما عرفت كده كنت هتجنن، وطبعا مليش عين اشتكي لاهلي لانه هو اختياري من البداية. ولما واجهته قال لي بكل بجاحة: والله انت كل اللي كان همك هو ان انت تعيشي حياة ما كنتش تحلمي بيها، واديني اهو معيشها لك، لكن انت بقى ملكيش عندي اكتر من كده. انا خدت الجمال وانت خدت الفلوس، يبقى خاصين يا قطة. ما كنتش مصدقة اللي انا بسمعه، وكنت مصدومة بمعنى الكلمة. واللي زاد وغطى ان انا عرفت كمان ان هو بيشرب مخدرات، وتاريه كمان كان بيشربها من زمان، بس انا عرفت متأخر. وبدل ما كان بيشربها بره بقى بالعند فيا بيشربها كمان في البيت. وطبعا بنتي كانت بتكبر وما ينفعش تشوف ابوها كده، ولما كنت اتكلم معاه كان يتعصب عليا، واحيانا كتير كمان كان بيضربني، لحد ما في مرة ضربني جامد قوي لانه ما كانش في وعيه، اغمى عليا من كتر الضرب. ولما فقت لقيت بنتي جنبي وبتعيط وماسكة ايدي وعمالة ترتعش. ساعتها قررت ان انا لازم اتطلق وفي 60 داهية كل فلوسه، وما بقاش فارق معايا اي حاجة. كل اللي كان هاممني ان بنتي تعيش في امان واستقرار وبس، لكن الحياة دي مش ممكن ابدا. وفعلا طلبت منه الطلاق، ولما طلبت الطلاق ما عارضنيش ابدا، وقال لبنتي نور: ها يا زفتة، هتعيشي معايا ولا مع امك؟ اترعشت نور من طريقته في الكلام اللي كلها غضب وزعيق، وقالت له: يا حبيبتي لا لا لا، انا عايش مع ماما، انا عايزة ماما. خلاص يا حبيبتي، خليكي مع ماما وخليها تنفعك، وابقي وريني بقى هتعيشك ازاي. ومن ساعتها وهو اختفى من حياتنا وما ظهرش فيها تاني، وما سألش لا عليا ولا حتى على بنته. وانا نزلت واشتغلت وجبت شقة صغيرة كده ايجار جديد على قدي انا وبنتي، وكنت بعمل كل اللي اقدر عليه عشان احقق لها كل اللي بتتمناه. ومرت السنين وانا كبرت والعجز شوية بان عليا من كتر الشقة. ونور يا حبيبتي بقت في 3 جامعة، وقررت انها تنزل وتشتغل عشان تريحني. وكان كل ما يجيلها عريس كانت ترفضه وما توافقش عليه، واما اسألها ليه كده يا بنتي كانت ترد وتقولي: انا كرهت الجواز والرجالة يا ماما، كل اللي عايزاه ان انا افضل عايشة معاكي وفي حضنك. بس انا يا حبيبتي مش هعيش لك طول العمر، لازم تتجوزي وتستقري. لا يا ماما، انا مش عايزة اكرر معاناتك تاني. ومين قال بس يا حبيبتي ان انتي هتكرريها؟ انا اخترت غلط، انا اخترت الفلوس وما همنيش اي حاجة غير الفلوس وبس. اختاري بس انتي صح وسيبي الباقي على ربنا. بقولك يا ماما لو سمحتي سيبيني براحتي. ومرت الايام لحد ما تقدم لها زميلها في الكلية، كان شاب في قمة الذوق والاخلاق، وكان شكله عايزها بجد. اول ما شفته
ارتحت له قوي، بس طبعا هي رفضت، وراسها وألف سيف ما تتجوز، لأنها شايفة إن الرجالة كلها زي أبوها. بس أنا فضلت أتحايل عليها وأقنعها تدي لزميلها ده فرصة، وإنهم يتخطبوا ونزود مدة الخطوبة شوية عشان يقدروا يعرفوا بعض براحتهم. والحمد لله وافقت إن هما يتخطبوا. يوم خطوبتها كان أسعد يوم بالنسبة لي، وما كنتش عارفة أعمل إيه عشان أعبر عن فرحتي دي. وقعدوا مخطوبين لمدة 2 على ما خلصوا الدراسة، وخطيبها كمان لقى شغل كويس. ويسعدني إن أنا أقول لكم إن بعد أسبوع فرح نور بنتي. حرفيا مش قادرة أوصف فرحتي بيها ولا بجوزها اللي قدر يغير فكرتها عن الجواز والرجالة بمعاملته الطيبة وجدعنته طول فترة الخطوبة. الحمد لله، والله ربنا بيعوض. وعشان كده نصيحتي لكل البنات، اختاروا صح، وأهم حاجة تختاروها الأخلاق والأدب، لأن هم دول اللي بيفضلوا. وافتكري دايما إن انت بتختاري أب لأولادك، فاحسني الاختيار. لو القصة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك. سبتكم في رعاية الله.